السلام عليكم. في إطار التنوع وتنوير الفكر في بودكاست درة، قررنا اللي كل مرة نعمل فقرة اسمها أصل الكلمة. في الحلقة هذه باش نحاولوا نعرفوا أصل كلمة دورو اللي أطلقوها التوانسة على العملة ذات 5 ملم. خليكم معايا إيجا نبداو الحلقة. في الواقع فما زوج روايات. الرواية الأولى تقول اللي أصل التسمية جات من الإسبان اللي جاوا لتونس هاربين من الحرب العالمية الأولى والثانية، والإسبان هذوما كانت عندهم عملة تشبه ل5 ملم متاعنا اسمها دورو، بالصدفة حتى هي قيمتها 5، اللي من بعد ولا اسمها 5 ب6، ومن بعد 5 سنتيم كي دخلوا للعملة الأوروبية الموحدة الأورو. دونك التوانسة تأثروا باسبانيول ولاو حتى هما يسموا 5 ملم دورو. الرواية الثانية تقول اللي عام 1923 في عهد الاستعمار الفرنسي لتونس، بلدية تونس أعطت رخص للتاكسيات ذات 2 عجلات اللي مجرورة بالخيل أو بإنسان باش تقدم خدمات داخل مدينة تونس، والفرنسيس يسموهم تاكسي أدورو. وثمن الخدمة اللي قدموها للمواطنين موحدة 5 ملم، ومن وقت التوانسة يسميوا في 5 ملم دورو على شكل دورو متاع التاكسيات. بصراحة الرواية الثانية لقيتها مسجلة في أرشيف البنك المركزي التونسي. انتوما توا أنا هي الأقرب ليكم، الأولى متاع الإسبان وإلا الثانية متاع الدورو. شكرا على المتابعة، وإذا عجبتكم الحكاية خلونا جيم واشتركوا في البودكاست متاعنا، والسلام عليكم وإلى اللقاء في أصل كلمة أخرى.